يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج سوالف طبية. دكتورة أماني العلي، حياك الله معنا. الله يحييك دكتور محمد، مشكورين على استضافتكم في برنامجكم المميز. الله إن يسلمك. شاء الله يا رب نفيد المشاهدين بمعلومات تغذوية. أكيد إن شاء الله دكتورة. دكتورة أماني العلي، حضرتك مختصة في التغذية العلاجية، هذا التخصص المهم واللي له ارتباط مباشر في الصحة وأيضا الأمراض اللي ممكن تطرأ على الصحة. دكتورة، الكلى أعتقد من أهم الأجهزة الموجودة في الجسم صح، أي. وممكن يصيب في بعض الأمراض. في مجال تخصصكم دكتورة، كلميني عن الكلى بشكل خاص. هو الكلى عندنا طبعا هو 3/4 علاجه يعتمد على التغذية. اوكي. في نوعين من المرضى يجون لنا، يا انه يكون في عنده CKD اللي هو القصور بالكلى، او انه دايليسيس اللي هو خلاص دش مرحلة الغسيل الكلى. تمام. من ناحية CKD اللي هو القصور الكلى، يكون انزيمات الكلى عنده شوية مرتفعة، اللي هو الكرياتين يكون مرتفع، BUN يكون مرتفع. في هذه الحالة شنو نعطي التعليمات؟ ان نخفف من البروتين، اهم شيء البروتين بالذات اللحوم الحمراء نمنعه منه، وبس ما نمنعه بشكل تام، لا نعم. نعطيه على حسب الوزن 0.8 تقريبا. هذه النسبة تقريبا إلى 1 نحسب لها على الوزن البيشنت اللي هو يكون، بس الوزن المثالي مو الوزن اللي هو حاليا فيه. نعم. ونعطيه على هالنسبة. أيضا هم بعد نحد منه بوتاسيوم، لأن البوتاسيوم هم بعد يضر الكلى. ممتاز. والصوديوم. زين دكتورة، بينتي لي ان البروتين هو كأنه هو المشكلة الأولى. المشكلة صح. زين دكتورة، هل الجانب الجيني الوراثي لا علاقة في القصور يصير في الكلى، ولا دايركت لا والله الناحية الغذائية هي اللي لها التأثير مباشر؟ هو القصور في بعض المرضى يقولوا لك اي والله انا ابوي فيه، صحيح. امي فيها، اوكي. وفي مرضى يصير فيهم لا، سبت من كثر ما ياخذون مسكنات. وايد ياخذون مسكنات يصير معهم هم بعد مشاكل بالكلى. او ايضا هم بعد اللي ياكلون اللحوم الحمراء وايد، بروتين وايد، وبالذات اللي يلعبون بالنوادي بياخذون بروتين حيل. صحيح. الكرياتين عنده يرتفع عالي. نعم. اي فما هو ما يشوف الانزيم الكلى، هو عنده اهم شيء شكل جسمه. صحيح. بس هو قاعد يضر الكلى. وما يشربون حتى ماء عشان انه ينزل البيو ان عنده تكرم بالبول. نعم. فيرتفع عنده الانزيمات فيصير قصور عنده بالكلى. ممتاز. الدكتورة، شلون واحد يعرف ان انا والله معرض للقصور اللي يصير في الكلى كوظائف، وممكن انا عندي بعض المشكلات؟ شنو الاعراض اللي ممكن تبين هذه المشكله الصحيه؟ احنا عشان شيء دائما نقول لهم دائما سووا تحاليل كل 6 أشهر. كل تحاليل 6 أشهر. ساعات ترى يجون لنا مرضى ما يدرون اصلا فيهم مشاكل كلى. بس تلاقيه صامته. تكون الكرياتينين عنده مرتفع مثلا واصل 200 300 400 وهو عنده عايش حياته كانه مو طبيعي. في بعض المرضى حتى ترى من ضغط، امراض الضغط هم بعد ترى تاثر بالكلى، تاثر على الكلى هم بعد. وفي مرضى يقول لك يصير معاه انحساب تكرم بالبول. لما يصير شوي انحساب بالبول، يعني ما يقدر يروح تكرم يدش الحمام، ما يسوي يعني الكميه المناسبه حقه. هني يقوم هو شوي يعاني من هذا الشيء، فلما يروح يراجع الدكتور الامراض الكلى يتضح معانا مع CKD. ممتاز. دكتورة أماني العلي، عندي الكثير من الأسئلة وراح نتطرق حق الطرق التشخيصية وأيضا العلاجية والنصائح التغذوية، لكن إن شاء الله بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، ناخذ فاصل ونرجع نواصل حديث الشيق مع الدكتورة أماني العلي. اليوم في فقرتنا بتكلم عن الإنهاك أو الإجهاد الحراري اللي يصير لو الشخص مارس أي مجهود بدني أو رياضي كثيف في درجات حرارة عالية أو إذا كانت الرطوبة مرتفعة. طبعاً الإنهاك الحراري يصير بسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل سريع، وهذا الشيء ممكن يؤدي إلى تزايد ضربات القلب. فنشوف الشخص يبدأ يتعرق بشكل كبير، وممكن إنه هو يبدأ يحس بالتعب وبالإجهاد، وأيضاً ممكن يصير عندنا احمرار في لون البشرة. كل هذا يدل على أن الشخص صار معه إنهاك أو إجهاد حراري. طبعاً من المهم جداً أن الشخص يتوقف عن ممارسة الرياضة مجرد ما تصير عنده هذه الأعراض. وعلشان نتفادى الإنهاك أو الإجهاد الحراري ضروري نختار الأوقات الصحيحة اللي نتمرن فيها لو كانت رياضتنا أوتدور، ونهتم كذلك في نوعية الملابس الرياضية اللي نلبسها وقت التمرين، لأن لو كانت المادة المصنوعة منها
لابسينها الملابس مو مناسبة راح تأثر أو تمنع التعرق، وهذا الشيء راح يخلي درجة حرارة الجسم ترتفع، بالتالي ممكن الشخص يتعرض إلى الإنهاك أو الإجهاد الحراري. يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين. عندنا من بعد الفاصل دكتورة أماني العلي، ما شاء الله عليك بينتي لنا الكثير من النقاط الهامة وارتباط من ناحية التغذية العلاجية وبعض المشكلات اللي تصير في الكلى، وبينتي لنا شنو هي بعض الأعراض وأسباب قصور الكلى. لكن دكتورة، إذا أحد صار عنده بعض هذه الأعراض، مثلا نسمع بينتي لنا لما نروح الحمام مثلا عنده بعض المشكلات، دكتورة راح مثلا العيادة، شنو الفحوصات اللي تصير عشان نتأكد أنه هو عنده بعض هذه المشكلات؟ الفحوصات احنا طبعا نسويه، هو دكتور الكلى او مختص، حتى احنا ساعات نسوي لهم اللي هم وظائف الكلى. اوكي كدني ليفر بروفايل، هذا وظائف الكلى، نسوي له تحاليل يبين معانا مثل ما قلت لك البي او ان والكرياتينين، هذول اذا كانوا عنده مرتفعين، ساعات حتى البوتاسيوم نشوفه مرتفع، موستلي اكثر شيء نلاقيه مرتفع وياهم. فبهالحاله خلاص نقول له في اشياء معينه توخر عنها، بالذات اللحوم الحمراء توخر عنها، نحول ان ياكل البروتين النباتي احسن من البروتين الحيواني. نقطه وايد مهمه دكتوره. معناها الكلام دائما نوصيه، اي معناها الكلام ان انا اذا مثلا صار عندي مثلا هذه المشكله، ما اقطع البروتين كامل، ممكن اني انا احول الى البروتينات النباتيه. دكتوره ليش؟ هل هي افضل من الحيوانيه؟ هي افضل لانه يكون فيها نسبه الدهون اقل. اوكي. البروتين النباتي نسبه الدهون عنده اقل من الحيواني. نعم. بس احتياجه كبروتين نفس الشيء. هم بعد لازم البروتين النباتي حد، مثل ما علمتك قلت لك لازم على حسب كل مريض يختلف الكميه اللي هو يحتاجها. اوكي دكتوره، تحددوا له انتم يعني؟ احنا لازم نحدد له. ممتاز. انزين دكتوره، شنو الطريقه؟ هل تحطوا له جدول كامل غذائي مثلا؟ نحط له جدول كامل. مثلا احنا عقب ما نحسبنا طلع لنا هذا المريض يحتاج تقريبا 60-70 جرام بير داي يعني. فاحنا نقسم هذول 60 على الهول داي اللي هو اللي راح ياكله، والكميه اللي هو اللي يقدر ياكلها. حلو. سبحان الله، مع كثره الماء، شرب الماء طبعا لازم نوصيه مع شرب الماء. نعم. بعدها تشوف يعني تقريبا شهر على شهر ونص تشوف شوي قاعد ينزل كرياتينين عنده. ممتاز دكتوره. اعتقد ان الماء له ارتباط وايد مهم في هذا الجهاز. دكتوره، دائما نسمع عن الماء، هل تنصحون مثلا بنوعيه ماء معين؟ هل دائما يعني نبتعد عن، دائما نسمع كذي، ان نبتعد عن المياه المعلبه مثلا، نشرب الماء العادي مثلا؟ فكلميني عن هالنقطه. اهم شيء بالماء انه الصوديوم. يعني هل يكون مو عالي مو عالي؟ اوكي. يكون عنده صوديوم مو عالي، يكون نسبته معتدله. اوكي، بس ما يكون هم بعد وايد عالي بالصوديوم. عشان كذا احنا دائما امراض الكلى 4 أشياء نشوف له اياه، اللي هو البروتين والصوديوم والبوتاسيوم والفسفور. ممتاز. زين دكتور، الماء البيت العادي؟ الماء بيت عادي احسن، والفلتر افضل بوايد. عندنا هنا بالكويت ممتاز يعني. الفلتر ممتاز. افضل وايد. اوكي دكتوره، معناها الكلام ان دائما الطرق العلاجيه تكون كنمط حياه من ناحيه الغذاء وايضا شرب الماء. دكتوره، هل في ناحيه دوائيه ولا ما عاده؟ الدوائيه هو يعتمد على الدكتور. هو من ناحيه الدوائيه الدكتور اللي هو الكلى في يعني ادويه ممكن تساعد على هذه الامور. اكيد يعطيهم، واحنا مع الكلى تغذويا. فبعد نكون مع المريض تشوفه ما شاء الله والله وايد ينزلون معاهم الوظائف، يتعدلون يعني، لان اذا ظل يرتفع عنده وايد نضطر نسوي له قصير. ممتاز. دكتوره اماني العلي، باسمي واسم اسره برنامج سوالف طبيه، نقدم لك كل الشكر على كل المعلومات القيمه. تسلم والله، ما تقصر. الله يسلمك ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، وصلنا حق نهايه حلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم في حلقات قادمه ان شاء الله. مع السلامه.